شايف في ناس كتيره يعني بتستفزك وناس كتيره بتقعد تتكلم عليك بس. دلوقتي يا جماعه هنعمل لقاء مع مغترب، واحنا دلوقتي طالعين على بورتو باريس، وهنعمل لقاء مع ناس مصريين واقفين في الشارع. يلا بينا نسالهم عن الغربه من الواقع للواقع. يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا باشا؟ حضرتك مصري؟ وهي مصر الحمد لله. حضرتك منين؟ انا من المركز الغربيه، مركز الصنطه. اهلا بحضرتك. وحضرتك؟ منصورة. اهلا بيك يا باشا. حضرتك عامل ايه؟ والله الحمد لله كويس. بص يا باشا، انا بعمل دلوقتي لقاء مع مغترب، ده اقوى برنامج موجود في فرنسا حاليا للعرب والمصريين في فرنسا. هسالك سؤال واحد، هل في نصب في فرنسا؟ والله في وفي، يعني في ناس كتيره كويسه وفي ناس كتيره وحشه، يعني في الحلو وفي الوحش، مش كله يعني وحشين هنا. نصيحه لاي مغترب. والله بص، هي فرنسا مش وحشه، بس يعني الراجل الصح اللي يمشي في الصح هنا، اللي زي اللي هو الصح، يعني يمشي بما يرضي الله، يعني يشوف شغله، يمشي في الحلال، ما يمشيش في الحرام، لان هنا يعني في فرنسا وفي اوروبا عامه مفيش اوسخ من الحرام هنا. سهل جدا الحرام هنا. الراجل اللي جاي في دماغه هدف يعني وماشي في الحلال ربنا هيكرمه، انما اللي في دماغه جاي يقضيها بقى يعني حريم وشرب والكلام ده، طبعا هينزل مصر ايد ورا وايد قدام يعني حاجة. طب حضرتك جاي ازاي؟ انا والله جاي، بص انا رحلتي المفروض تتمثل في فيلم، انا جاي عن طريق البحر، وطبعا البحر وحش لان انا قعدت 6 شهور في ليبيا، دخلت السجن وهربت من السجن في ليبيا، وركبت مره في ليبيا بعد ما ركبت 10 ساعات في البحر، الحكومه جت خدتنا من البحر في ليبيا. فتاني مره يعني تواصلت مع الراجل اللي مطلعنا من ليبيا، والحمد لله ربنا كرمني، دخلت ايطاليا وقعدت في ايطاليا شهر، قعدت هناك اشتغلت مع ناس في الخضار، بس ايطاليا طبعا يعني الشغل هناك يعني مش زي فرنسا. ايطاليا ولا فرنسا؟ هو من الافضل، يعني ايطاليا حلوه في العيشه وفي مش غاليه، فرنسا طبعا يعني احسن في الشغل، ممكن واحد مثلا معاه مهنه، معاه صنعه، حياته احسن من ايطاليا، انما ايطاليا حلاوتها العيشه هناك رخيصه. فرنسا مشكله فرنسا الرينج هنا عالي، الحياه هنا غاليه قوي، الحياه هنا غاليه، انما طب تنصح اي حد يجي طريق غير شرعي؟ والله غير شرعي هيتعب في حياته كتير، بس انصح الواحد يجي، مش احسن من الطيران واحسن من الرسمي، حتى يجي هنا حتى يعني ما تعبش، انما هيجي بحر